ازيكم؟ معاكم ادري صديقي الزملكاوي. يا ريت تكلم اعلامك وتعرفه ان الاهلي ما طلعش بموسم صفري زي ما طالعه قنوات الزمالك دلوقتي بتتكلم ان الاهلي هيطلع طالع بموسم صفري، وان انتوا احتمال تطلعوا بموسم صفري زينا، بس انتوا على الاقل ما صرفتوش المليارات، بس انتوا عندكم ايقافات وصرفتوا كتير، وده كده الايقافات اللي جايه لكم. فيعني ما تقعدوش تقولوا حاجه وانتوا عاملين عكسها. انتوا صارفين قد كده، واللي قد كده اللي انتوا صارفينها على النوته، ولذلك الايقافات دي كلها جات لكم. احنا يا عم بنمشي مدربين ومعانا فلوس وبنديلهم فلوسهم. بتضحك علينا؟ اتضحك علينا. غضبانين كجمهور اهلي؟ غضبانين كجمهور اهلي. بس في الاول وفي الاخر انا معايا فلوس، انت معكش فلوس. انا الرعايه بتاعتي جايه لي بكام وانت الرعايه بتاعتك بتدلل عليها بكام؟ دي حاجه. فافتكر ان انا الموسم بتاعي مش صفري. يعني يا ريت الناس اللي طالعه في قنوات نادي الزمالك بتتكلم ان النادي الاهلي طالع بموسم صفري. انا واخد السوبر على حسابك، ملعبك 3 ماتشات السنه دي، واخدك رايح جاي رايح، يعني ما فيش اكتر من كده. مره على ملعبي، مره على ملعبك، مره على ملعب محايد، يعني في اي حته بحط عليك. فركز مع نفسك، فكر ازاي هتفك القيد بتاعك، لان انت لو خدت الدوري والقيد بتاعك ما تفكش، المشاكل بتاعتك دي ما تفكتش، مش هتلعب برضو دوري ابطال افريقيا. يعني مفيش نحس اكتر من كده. فركز مع نفسك كده، قولوا الاعلام بتاعكم يركز مع نفسه، يتكلم مع مجلس الاداره، يوجه رسائل لمجلس الاداره بتاعكم ان هو يا جماعه لا حرام، ازاي بعد ما هنبقى خدنا الدوري، لو خدتوا الدوري يعني الله اعلم، لسه مش عارفين نلعب برضو دوري ابطال افريقيا. فيعني ايه بقى نعمل لكم ايه تاني؟ ده احنا تالت الدوري يا جماعه، احنا اهو موسم سيء مفيش بعد كده، وتالت الدوري وكل حاجه، وبرضو احتمال ما تلعبوش افريقيا. فركزوا مع نفسكم شويه. ما رضيتش اتكلم بعد نهايه الماتش. هارد لاك ليكم طبعا، المباراه كانت في ايديكم، بس بعد 5 دقايق ما نعرفش الزمالك راح فين، اختفى. حتى بزيرة اللي انتوا كنتوا عاملين طالعين بيه السما اختفى تقريبا من ساعه ماتش كوكا مع الاهلي، من ساعه ما دخل جيب كوكا مش عارف يلعب كوره بعدها. يعني كل مره يلاعب الاهلي كوكا يحط بزيرة في جيبه، وبعديها بزيرة بيختفي، مش عارفين. فربنا يكون في عونكم بصراحه. صباحكم زي الفل.